انت مش ام فاشله. وخليني اقول لك حاجه، لو ابنك طلع فعلا عنده ADHD ده مش حكم بالاعدام او بالسجن مثلا، ده على فكره مفتاح مميز جدا. قبل كده كنت تايهه شويه، مش فاهمه ايه الغلط هنا، ايه المشكله بالظبط، وتلومي نفسك وتلوميه هو. دلوقتي بقى عندك اسم للموضوع، عندك تفسير للموضوع، عندك خريطة للموضوع. فبدل ابني ده قليل الأدب، بقى ابني عنده تحدي معروف وليه حل وحلول. بدل أنا أم فاشلة، بقيت دلوقتي أم بتتعلم عشان تساعد ابنها صح. فزي ما قلت ال ADHD مش نهاية العالم، بالعكس دي بداية الفهم. أذكى المبدعين وأنجح رواد الأعمال في العالم عندهم ADHD، عايشين حياة ناجحة جدا ومكسرين الدنيا، بس لما فهموا كتالوج مخهم وبدأوا يشتغلوا مع مخهم مش ضده، وعرفوا يسوقوا مخهم ده صح. وافتكري حاجة، بالذات انت اللي قاعدة بتتفرجي على الفيديو ده الساعة 2 بالليل في الضلمة، انت مش ام فاشلة، انت فقط ام بتبحثي بتدوري على الحلول، على الإجابات. ودي والله في حد ذاته شجاعة. ربنا يا رب يقويكي.